الجيش المصري مش سايب ثغره ولا قادر اما تنجر الرمل 24 ساعه. ايوه ليه بس؟ ايه يا عمده لما يحصل؟ اقول لك مصر لما تبني 3 اسوار بينها وبين حدود القطاع وسوات الرمليه وخطوط دفاع ودبابات وجنود واسلحه على اعلى مستوى. خط الدفاع الاول ملاصق للجدار الحديدي اللي عند حدود القطاع، التاني بقى على بعد كيلو من الخط الاول وسوات الرمليه ودبابات وجنود بين الخطين. اما الخط التالت بقى عند رفح والشيخ زويد، يعني لو عديت الخط الاول هتلاقي نفسك عند التاني، عديت التالت هتقع في النص. ده غير ان في حاجز رمل كبير جوه اما يتبني بالتراب، والشحنات شغاله دلوقتي وانا اما اكلمكم على مدار 24 ساعه، والجنود واقفين فوقيه وفي فتحات من تحت لحركه الجيش بس. ده غير ان من ساعه ما بدات اسراء العمليه البريه وفي استنفار كامل وحاله تاهب قصوى في الجيش المصري، وخصوصا بقى ان واشنطن وتل ابيب بيحاولوا يخرجوا دور مصر من المفاوضات خالص، ورئيس الموساد بتاعهم طلع وقال ان السيسي هو العقبه الوحيده قدامنا. الجيش مش اما يعمل كده عشان احنا رافضين نستقبل اخواتنا لا سمح الله، ما احنا قبل كده استقبلنا ملايين من السوريين وملايين من السودانيين ومن كل حته، لكن مصر اما تعمل كده عشان هم عايزين يمشوا اخواتنا وياخدوا ارضهم. يا ريت الحركه اياها اللي في القطاع تفوق وتسلم الملف بالكامل لمصر. في 400,000 نازح سابوا ارضهم وداخلين على مصر خلال ايام. فوق يا حركه حمص الارض كلها هتتاخد منكم. على قائد الحركه والنتن وترامب وشيروا له وابعتوا له.